السلام عليكم يا أولاد بلدي. والله عيب عيب اللي عم يصير. تركتوا كل الدنيا، تركتوا كل شيء ولحقتوني. تركتوا كل الخراب اللي بسوريا، كل الدمار، كل الإجرام، ولحقتوا واحد جاي يعمل خير. لحقتوا واحد ما قلبه إلا على أهل بلده. لحقتوا واحد وعم تنسبوا له أشياء كتيرة ما أنزل الله بها من سلطان. لحقتوا واحد حب يفرح معكم، لا حب يرقص ولا حب يغني، حب يعمل أكل، حب يكون معكم، حب يفرح هو وياكم بلقمة أكل طيبة. لحقتوا واحد حتى للأسف الشديد الشافية اللي عم تهاجمنا، جماعة السوشيال ميديا، الناس العادية اللي هي عدم المؤاخذة في منهم كلمتين على بعضهم ما بيعرفوا يحكوا، بينطوا بكمشتي هالجوال بيقول لي هيك يا شيف أبو عمر عملت. أنت مين أنت عدم المؤاخذة؟ في أهل العلم، أهل الفتوى، هن المفروض اللي يحكوا، هن اللي بيتوا بالأمور. في أهل الله، تركتوا كل الناس اللي لازم تحكي وبلشتوا أنتوا تحكوا. تركتوا كل الخراب، تركتوا كل الدنيا. الشافية يلي بلشت تهاجمنا، مع أنه هن كانوا أول الناس اللي عم يدقدقوا لنا. قالوا يا أبو عمر بدي ألبس صدريتي وحطها بقلب المكان اللي انت عم تحضر فيه الاكل. قالوا يا ابو عمر الله محيي البطن اللي حملك، يا ابو عمر الله يخلي لنا اياك، كل الشكر لك يا ابو عمر على هالمبادرة الطيبة، الله يبيض وجهك مثل ما بيضت وجه هالبلد يا ابو عمر. هلا صاروا كلياتهم سلبي، صاروا كلياتهم ضدنا، صاروا كلياتهم يحكوا بالعكس. للأسف الشديد. ليش؟ من شان شو؟ مشان شوية مشاهدات؟ مشان تطلع على حسابنا؟ لا، والشاطر فيهم اللي بيقول انت اليوم مشان تطلع الترند، مشان تجيب لايكات. يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم على اي واحد بده يجيب لايكات او مشاهدات على حساب واحد فقير، على حساب اهل بلده. وانا من البداية قلت لكم هي عزيمة، ما قلت لكم هي ارجعوا للفيديوهات تبعاتي، قلت لكم هي عزيمة. ما قلت ابدا انه هي للفقراء والمساكين. لو انه مدير الاوقاف كاتب للفقراء والمساكين انا مالي ذنب بالموضوع، انا قلت له عزيمة واثبتت بفيديوهاتي انه هي عزيمة وليس لاطعام الفقير او المحتاج. من شان شو؟ لانه نحن بدنا نجمع الكل، كلياتهم بدنا نجمعهم، الفقير والزنقيل، المحب، حتى اللي بيكرهنا نجمعهم على صفرة واحدة لنكون كلياتنا قلب واحد، روح واحدة، ناس واحدة. فما بعرف شو بدي أحكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما ذنبي إلا عملت الخير، ما ذنبي إلا قدمت مبادرة كتير حلوة لهالبلد. حبيت أرسم بسمة على وجوه الناس، حبيت أرسم لهالبلد صورة كتير حلوة. كل الأحوال أنا اكتشفت إنه في حملة تحريض كبيرة علي وتشويه لسمعتي. لا تعيب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك، وعند الله تجتمع الخصوم. وقلنا وقفة أنا وياك أمام الله عز وجل يوم القيامة اللي أنت تأولت عني وعن نيتي، لأنه أنا كمان سألت المشايخ وقالوا لي إنه ما علي شيء، ومع ذلك أنا رح أتحمل جزء من الموضوع. وبرجع بقول لك قلنا وقفة أمام الله على كل واحد حكى علي، كل واحد انتقص مني، كل واحد قلدني.